السلام عليكم، ورجعت لكم فيديو جديد. اليوم غادي نوجدو مع بعضياتنا الكيكه اولا لا جينواز اللي درناها بالنوازات. الصراحه كتجي واحد الكيكه اللي هي رائعه. بالتجربه الاولى كتنجح، يعني الا تبعتو طريقه التحضير والتفاصيل نتاع هاد الكيكه. كما راكم تلاحظوا هنايا انايا قطعت لكم واحد المرسو باش كتشوفوا الداخل ديالها كيفاش كيجي. ويلا نمروا باش كتشوفوا معايا طريقه التحضير. ونبداو على بركه الله. اول حاجه هنا عندي 4 ديال البيضات اللي كيكونوا بحراره المطبخ، 4 ديال البيضات كبار. هنا عندي 100 غرام ديال الزبده المذابه، عندي 120 غرام ديال السكر. هنا الكاس عندي عريض ما كيبانش 120 لان ما السكر ثقيل. كذلك هنا عندي نوازات 70 غرام اللي طحنتها ديال النوازات بالقشور ديالها اولا اللوز بالقشور ديالو، يعني كيبقى اختياري. هنايا عندي 120 غرام ديال الدقيق ديال الحلويات، عندي الخماره نتاع 10 غرام، يمكن لكم تستعملوا غير نتاع 8 غرام كافيه، والفاني. وكذلك غادي كنستعمل نكهه اللوز. والان نمروا باش كنفصلوا صفار البيض على بياض البيض، وكل واحد كنديروه في اناء. هنا يمكن لكم كتجمعوا البيض كامل وكتضربوه وكتضيفوا باقي المقادير. هنايا انا هذه الطريقه اللي كنفضلها باش كتجيني ساهله. كنفصل وكنضرب كل حاجه وحدها. هنا كنضيف قبصه ديال الملح. كما راكم تلاحظوا هنا ضربت بياض البيض، وكنرجع كنضيف السكر، يعني غير نصف الكميه، يعني 120 غرام كنضيف غير 60 غرام ديال السكر. كنضيف غير شيئا فشيئا حتى كنحصلوا هذا الميرينغ اللي كيكون ماسك اولا بياض البيض. في هذا الاثناء غادي نمروا باش كنضربوا صفار البيض، كنضربوه مزيان، وكنرجع كنضيف هذيك 60 غرام ديال السكر. كنضيف غير بشويه بشويه حتى صفار البيض كيطلع، وكنرجع كنضيف سكر فاني. هنا ضربت صفار البيض مزيان حتى طلع. هنا غادي كنضيف الزبده المذابه 100 غرام، يعني حتى هي ضفتها غير بشويه بشويه. كذلك هنا غادي كنضيف 70 غرام ديال النوازات اولا البندق المطحون اولا اللوز اللي كيكون مطحون. هنا غادي كنضيف الدقيق 120 غرام، وكنرجع كنضيف الخميره ديال الحلويات. هنا انا ضفت 10 غرام. هو تكتفيو غير ب 8 غرام فقط، يعني بدون ما كتضيفوا. انا هادشي اللي يعني ما بغيتش كنقص هذيك 2 غرام، انا استعملت 10 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. وكما راكم تلاحظوا هنايا الدقيق قسمته هكذا على 2 مرات حتى ل3، وكنخلط. هنا غادي كنضيف النكهه ديال اللوز المر. وهنا الكميه ديال بياض البيض كنضيف النصف وكنخلي النصف. بطبيعه الحال كل واحد كيعرف كيخلط، يعني الكيكه نتاع لا جينواز دائما كنبداو من التحت، يعني كيكون من الاسفل، وكنطلعوه هكذا سباتيلا يعني الاعلى، وكنخلطو باش هكا باش هذاك الخليط ما كيهودش ديال بياض البيض، وكنحصلوا عليه متماسك. هنايا وجدت هاد الطاوه اولا المول اللي كيكون عندي كاري، يعني هنا عندي مول متوسط الحجم، يعني ماشي كبير. دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، ضفت عليه الخليط ديال الكيكه. هنا غادي كنزينو باللوز ايفيلي، يعني هنا كنعمره مزيان الوجه ديال الكيكه باللوز ايفيلي. يمكن لكم تستغناو عليه، يعني التزيين كيبقى اختياري. وبطبيعه الحال كنكونوا مسخنين الفران من قبل. هنا الكيكه ديالنا كتحتاج ديال الوقت 30 دقيقه حتى ل 35 دقيقه ديال الوقت كافيه.
وهذه هي الكيكه ديالي من بعد ما طيبناها في الفرن. هنايا كنمرو باش كنقسم لا جينواز اولا الكيكه ديالي هكا، كنقسمها على زوج اولا على 2، باش كندير كنزينها بالكريمه. هنايا من بعد ما قسمت الكيكه ديالي اولا لا جينواز، غادي كنهز هذيك الفوقانيه الوجه كنديره على جنب باش كندير نزينها بالكريمه هنا بدون ما كنسقي لا جينواز. يعني لا جينواز عندي رطبه، هذه هي الكريمه. يعني هنا بزاف ديال الفيديوهات وجدت معكم الكريمه ديال الماسكاربون. هنا ضفت 400 غرام حتى ل 300 غرام ديال الماسكاربون كافيه انا، وكنضيف لها القشطه الطريه. يعني القشطه الطريه كتبقى على حسب الخليط، يعني باش كيجينا الخليط ديال الكريمه كيكون هكا يعني متماسك. وكنضيف لها السكر حتى 4 ديال المعالق، وكنسمها بالفاني. يعني انا الكريمه درتها معكم بزاف شحال مره وانا كنديرها، يعني يمكن لكم كترجعوا الفيديوهات وكتشوفوا الطريقه ديال تحضير الكريمه، اولا كديروا اي كريمه بغيتو نتوما، حتى لا كريم باتيسري. كما راكم تلاحظوا انني درتها في البوشات وملستها هكا بالسباتيلا، وكنرجع كنضيف الوجه ديال الكيكه على الكريمه، وهكا كنقاد لها الجناب. هنا كما قلت لكم يمكن لكم كديروا حتى لا كريم باتيسري اولا اي كريمه على الذوق ديالكم، يعني يمكن لكم كديروها كتواتى مع هاد المادلينا اولا الكيكه. هنا كنرش الوجه ديالها بالسكر كلاصي. هنا ضروري التزيين كيكون هكا كتزينوها بالسكر كلاصي اولا كترشوها، كيكون من الاحسن باش كيجي المنظر ديالها هكا جميل وكتجينا على هذا الشكل. ونمروا الان باش كنديروها في طبق. وهذا هو التتمه ديال الكيك ديالنا اللي كيجينا على شكل لاجينواز، وخصوصا هذيك القرمشه ديال اللوز ايفيلي. الصراحه كتجي بواحد المذاق اللي هو جد لذيذ ورائع. نتمنى وصفة اليوم تعجبكم، ومع وصفة قادمة إن شاء الله.